احنا شفنا جزء من فيلم سمك صغير. الحقيقة الفيلم ده من الأفلام أو من ضمن مجموعة أفلام بتقوم بيه مخرجة متميزة جدا، متمكنة جدا من أدواتها، بالإضافة أن هي متمكنة في كتابة السيناريو. شاركت في العديد من المهرجانات. الأفلام الوثائقية بالنسبة لها هي عنوان خاص بيها. خلونا نرحب بضيفتي اللي بتشرفنا النهارده في الاستوديو، نيفين شلبي. أهلا وسهلا بيك يا نيفين. ازيك يا محمد؟ مشرفاني ومنوراني. الله يخليك. احنا يمكن شفنا جزء من سمك صغير، انما الحديث النهارده هيكون عن انا والاجنده. لكن بشكل عام قبل ما تطرق للافلام، انا عايز اعرف الافلام الوثائقيه بتختلف عن اي فيلم تاني في ايه؟ والله بص، يعني الافلام الوثائقيه اكتر من نوع. في اللي ممكن يتكلم عن شخصيه بعينها، اللي بيتكلم عن حدث تاريخي، اللي بيتكلم عن شخصيه سياسيه، اللي بيتكلم عن حدث، اللي بيتكلم عن شخص، اللي بيتكلم عن مكان. انا كنت يعني استهواني اكتر الكلام عن المشاكل الاجتماعيه والسياسيه، وكان ده اغلب الافلام الوثائقيه اللي انا قدمتها سواء للقنوات او اللي انتجتها بشكل شخصي. تمام. كانت بتتكلم عن الطبقه المهمشه اكتر، او عن المشاكل والمصايب اللي كانت في البلد يعني. كويس. فكان من اوائل الافلام اللي عملتها كان سمك صغير. الفيلم ده بيتكلم عن اطفال الشوارع، والفيلم ده اشتركت بيه في اكتر من مهرجان، وخد جائزة احسن سيناريو من مهرجان لقاء الصورة، وكان رئيس لجنة التحكيم ساعتها رفيق الصبان. تمام. وكانت اول جايزة ان انا اخدها، كنت انا اللي كاتبة السيناريو. كويس. وتتبعت بقى الافلام الوثائقية اللي كانت بتتكلم اكتر عن الناس البسيطة، ولقيت يعني الناس بقت تحب تشوفها، وابتدوا ان هو لما يتعرض في مهرجان او في التلفزيون لقيت اقبال. يعني الناس بقوا يكلموني وقلنا شفنا كذا وشفنا كذا. كويس. كويس. لانه حسوا بصدق في التناول، ان انا بجيب الناس وبيقدروا يعبروا عن نفسهم، وبختار الشخصيات اللي بتقدر تعبر عن المشكله. فبالتالي يعني كمان شكل الفيلم الوثائقي ابتدى ان هو يتغير منظوره في تمام. مصر او في العالم. طيب هل السيناريو اللي بيتكتب الاول، ولا زي كده ما اتقابلنا يوم 25 يناير الكاميرا بتصور الاول ماتيريال كتير جدا، وبعد كده انت بتكتبي السيناريو على الماتيريال المحتاج؟ هو انا لازم يعني اعلق على موضوع احنا اتعرفنا اصلا، اتعرفت عليك يوم 25 يناير، بينا صديق مشترك. بص، كل فيلم ليه طبيعته الخاصه، بس طبعا الاصول بتاعه الافلام ان انت بتكتب السيناريو، وبعدين بتحدد اماكن التصوير وتنزل تعاين. ده الطبيعي اللي بيعمله كل البني ادمين او كل المخرجين. تمام. في بعض الافلام بيبقى ليها طبيعه خاصه جدا، ما بيبقاش فيه تبقى توثيق الحدث اهم من كتابه السيناريو. وبعدين انت لما بتستوعب اللي بيحصل قدامك ممكن انت تقرر انت هتعمل ايه. وده اللي حصل في فيلم انا والاجنده. انا اصلا ما كنتش يعني على يدك، احنا كنا نازلين مع بعض يوم 25 يناير 2011، ما كناش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا. تمام. نزلنا وانا طبعا معايا الكاميرا، وابتديت ان انا اصور. يوم 28 قررت ان انا اعمل فيلم، واول حاجه كتبتها في الفيلم كانت اسمه انا والاجنده. لما لقيت الاسم عمال الاجنده، في اجنده خارجيه ايه الاجنده اصلا. فبالتالي كان يعني طبيعه الفيلم ده كان مختلفه خالص. ان انا يعني فضلت اصور، وكان التصور في دماغي، ما كتبتش ورق لان ما كانش في كتاب وقت ان انا اكتب سيناريو. طيب انا هقف عند الجزئيه دي، لان احنا لازم نرجع لانا والاجنده تاني، بس نشوف جزء من انا والاجنده على اساس ان المشاهد يبقى مشارك معنا. نشوف انا والاجنده ونعود معاكم مره تانيه. برنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. ده دم الشباب، احنا ده رصاص حي علينا جوه. 10 شباب ماتوا قدام عينينا وشلناهم على كتافنا، شلناهم جوه. عايزه تعرف الحقيقه؟ خش جوه، عايزه تعرف الحقيقه. افتح المايك وتصورني. ده خليكي معايا بقى. بصي، ده رصاص حي، ده رصاص حي، ده رصاص حي، ده رصاص حي. وسع كده برنس. انا عايزين نتعرف. طيب ركبوا اي حاجه بره. ده رصاص حي، ده رصاص حي. مبارك، ده مبارك، ده محمد حسني مبارك. هي دي مبارك، ودي دولة مبارك، دولة الكرم. محمد مات امبارح اخويا، يبقى انا مستنيه ان انا اموت النهارده. في ايه تاني في الدنيا ابكي عليه؟ ده هو اللي كان بيصرف عليا، هو اللي بيدفع لي مصاريف الفحم. عايزه ايه تاني اللي عاوزني؟ شفنا جزء من فيلم انا والاجنده للمخرجه نيفين شلبي. نيفين،
زي ما قلنا ان ممكن الحدث هو اللي يفرض نفسه فنصوره وبعد كده نتعامل مع الماتيريال اللي معانا من خلال الرؤيه، من خلال الزاويه انا هتعامل فيها. هو الزاويه او الرؤيه هي يعني اتولدت وانا بصور، يعني انا برضو الى حد ما يعني عندي نوع من الخبره لان انا عملت افلام وثائقيه كتير. تمام. فبالتالي وتعاملت مع قنوات كتير. بالظبط. فساعدني برضو خبرتي شويه بصناعه الافلام الوثائقيه ان انا ما اشتغلش بالطرق التقليديه اللي هي المتعارف عليها، ان يبقى معايا مدير تصوير، معايا مدير تصوير ومعايا برودكشن ومعايا فني صوت ومعايا ناس. انا الفيلم ده صورته كاملا بمفردي. ده حقيقي. في خضم يعني قتل وناس بتقبض على بعضها وجواسيس وكوارث. فبالتالي يعني طبيعه الفيلم مختلفه تماما. يعني انا زي ما بيقولوا ده وان مان شو، يعني كنت بعمل صوت وبعمل انترفيو ومركزه في الاسئله وطبيعه اللقطات اللي بصورها، وان انا احافظ على نفسي لا يتقبض عليا ولا الكاميرا تتكسر ولا موت او اتخبط فوق دماغي مثلا. لان في ناس كتير قوي ولما رحنا المستشفى لو انت فاكر كان في مصور لما حصلت الاصابه لاحمد عويس طبعا المخرج السينمائي طبعا زميلنا يعني، ولقينا ساعتها مصور ساعتها كانت عينيه مخبوطه فاكر. فيعني انا كنت بس مش اكتر ان انا محظوظه، يعني ما كانش مكتوب لي ان انا يحصل لي اصابه في اي ايوه. لا والغريب كمان لو تفتكر لما كنت بتصوري حد يجي يقول لك انت تبع ايه بالظبط، يعني برضو انت برضو فانت هنا فكره التوثيق بتبقى فيه صعوبات. المهرجانات او المهرجان في حد ذاته اللي انت بتشاركي فيه، شاركتي بانا والاجنده في مهرجانات؟ كتير. وايه اللي حصل؟ والله بص، اول عرض كان في النرويج، هم شافوا نسخه المشاهده بتاعه الفيلم كنت لسه مخلصاه، وبعدين فوجئت ان هم بيقولوا لي ان هم هيعرضوا الفيلم في افتتاح المهرجان. تمام. ومهرجان مش كبير قوي، بس فكره برضو افتتاح مهرجان وفي اوروبا وفي دوله كبيره كان بالنسبه لي حاجه قويه. تمام. فكنت مبسوطه جدا ان هو اختاروه في الافتتاح، وكان استقبال الناس بصراحه كان اكتر من رائع. الناس قاموا وقفوا دقيقه ونص كانوا بيسقفوا. تمام. وبعد كده توالت بقى المهرجانات، ابتدت مهرجانات كتير قوي تبعت لي غير اللي انا كنت ببعت فيها يعني. كويس. هنا ده الحديث بتاع 2 فبراير بتاع 1 فبراير؟ لا ده 10 فبراير اللي هو الخطاب اللي قبل التنحي بيوم. لما كنا كلنا متواجدين في الميدان يعني على قلب رجل واحد، وكنا كلنا بنقول كلمة واحدة يعني. تمام. مش عارفين الكوارث اللي بعد كده حصلت لنا. تمام. طيب وانت نازلة بتركزي في الزاوية؟ زاوية يعني هعمل الفيلم ازاي ولا زاوية التصوير؟ زاوية الكاميرا، زاوية التصوير. لا خالص. ولا انت بتاخدي الموضوع الزاويه المتاحه بالنسبه لي. يعني دلوقتي مثلا لو في تدافع بيحصل او في ضرب رصاص، فبختار الزاويه الامنه اللي مش هيجي لي فيها رصاص، بختار الزاويه اللي محدش ممكن من الامن يكون شايفني وانا بصور، وبختار الزاويه اللي ممكن والناس وهي بترجع ما تشوطنيش، لان انت تمام. ممكن يحصل تدافع الناس ترجع فما تصابش من الامن، تصاب من المتظاهرين. تمام. فبالتالي تصوير المظاهرات او كده يعني ليه تكنيك خاص. كنت انا اكتسبت خبره لان انا قبل الثوره كنت بصور فيلم عن الاعتصامات والمظاهرات اسمه شارع لنا، كان لاحدى القنوات الفضائيه، قعدت اصور فيه 1.5 سنة كامله. فبالتالي ده خلاني اكتسب شويه خبره ازاي المظاهره او الاعتصام تتصور كامله بدون ما الكاميرا، بدون ما الفت نظر الامن، وان انا اخرج يعني سليمه ما يحصليش حاجه. طيب هل انت شايفه ان الافلام الوثائقيه بتكون واخده وجهه نظر واحده مش متعدده ما فيهاش تعدد لوجهات النظر؟ والله حسب المخرج هو عاوز يعني يوصل انت بالنسبه لنيفين بقى؟ لا انا دايما بحب ان انا احط وجهه نظري بصراحه يعني. تمام. لان ممكن احط وجهه نظر حد تاني، بس لو هي ضد وجهه نظري فانا ممكن يعني اعالجها بشكل فيه سخريه شويه، ان انا اطلعه غلط اخليه يعبر عن رايه تماما، بس في الاخر ان انا يعني هخلي الدفه ان انا وجهه نظري اللي تكسب في الاخر. يعني انت ما هتشوف الفيلم هتعرف ان انا حد مع الثوره، مش يعني في افلام ممكن تتعمل تحس ان اللي عامله ده ينتمي للثوره المضاده او ينتمي لاي جهه او عاوز يشوه الثوار، وممكن يبقى حد وسطي بيعرض في مواضيع ما ينفعش تبقى فيها وسطي. يعني انا مصريه، تمام، انا مش جايه من دوله تانية علشان اجي اصور الفيلم ده، فما ينفعش ابقى وسطيه. يعني ايه ده فيلم عن الثوره، فبالتالي لا مع لا ضد، ما ينفعش حاجه ابقى في النص، يا التغيير يا لا تغيير بالظبط، لا مع الثوره لا ضدها. تمام. يعني اصل ده مش مثلا مش فستين ولا حاجه بنتفق مثلا المبنى ده شكله حلو ولا القرار ده مظبوط ولا لا، دي ثوره المفروض البلد فيها تتغير، لا معاها لا ضدها، ما ينفعش يبقى يعني رؤيتي عايمه، ما ينفعش. طيب
من ليسانس الاداب اه لمعهد السينما، قسم مونتاج صح؟ قسم مونتاج واخراج. طيب قولي لي بقى الدراسه هنا والدراسه هنا، هل كملوا بعض ولا كانوا مختلفين؟ والله بص، انا دخلت كليه اداب قسم تاريخ، فطبعا زي ما احنا كلنا عارفين كل واحد بيدرس حاجه هو مش عاوزها. فخلصت دراسه وبعدين فوجئت بعد كده انها نفعتني في دراسه السينما. تمام. بعد ما خلصت اشتغلت في السياحه فتره، وانا مش لاقيه نفسي طبعا في كل الحاجات دي، الى ان فتحت اكاديميه خاصه لدراسه السينما والتحقت بيها. بعد كده شغلي في الافلام الوثائقيه لقيت الخلفيه التاريخيه اللي عندي لدراستي. وانت عارف احنا طبيعه الدراسه في قسم التاريخ في كليه الاداب هو انت بتدرس اكتر السياسه، ما بتدرس التاريخ بتاع البلد الانساني اكتر ما بتدرس سياسه العصور، يعني السياسه بتاعت كل عصر، المراحل يعني اللي مرت بيها البلد بالظبط. فبالتالي نفعتني بقى ان انا يعني عارفه التواريخ، عارفه الاحزاب، بس خصوصا في التاريخ بتاع مصر وتاريخ الدول العربية عندي خلفية لا بأس بها، ساعدتني ان انا يعني اتناول الجزء السياسي في الافلام بشكل يمكن يكون في خبرة عن مخرجين تانيين ما درسوش التاريخ. تمام. طيب ايه رأيك نشوف جزء من انا والاجندة ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهواء، صوت الشباب الحر. وادي البلد ده دمر الشباب، هو دمر كل حاجه عشان عايز يسيبها خربانه. حرام عليه، كان يوفر دم الناس اللي راحت، بيقول عليه صعبان عليه الدم، انت السبب في الدم. حرام عليك، حرام عليك. حرام عليك جوعنا. اتكلم عليا بيه، عامل ايه؟ فيلم أنا والأجندة للمخرجة نيفين شلبي حصل على حوالي 7 جوائز وشهادات تكريم. أعتقد إن لما بيكون في فيلم زي كده وأحصل على جوائز يبقى محتاج إن أنا أكون واخد بالي قوي من الفيلم اللي جاي. الفيلم اللي جاي عن إيه؟ واتجاهه فين؟ اللي جاي اسمه أنا والأجندة تونس، وده بالفعل صورته في تونس. وهو دلوقتي في مرحلة المونتاج، المفروض هيتعرض في فرنسا الشهر اللي جاي، أول عرض ليه دولي. تمام. ويا رب اتمنى ان هو يكون في نفس مستوى الفيلم ده، يعني هو نفس القالب نفس الفورم بالظبط، بس على الثوره التونسيه. للاسف هو ما كنتش بصور اثناء الثوره التونسيه، بس استعنت باللقطات من بعض الناس، لان انا قعدت في تونس، رحت سافرت تونس قعدت فتره، واستطعت ان احصل على بعض المواد المصوره اثناء الثوره، وصورت مع اغلب اهالي الشهداء والمصابين والسياسيين اللي كانوا هناك، والاماكن اللي حصل فيها الاشتباكات في الثوره التونسيه. واتمنى ان يكون الفيلم بنفس المستوى بتاع الفيلم إن شاء الاولاني، الله. يعني يلاقي القبول يعني باذن الله. لفت نظري في انا والاجنده المزيكا. هل كل فيلم بيبقى له مزيكا خاصه بيه؟ طبيعي، ولا دي بتختلف على حسب رؤيتك؟ والله بص، انا عملت فيلمين قبل كده ما كانوا من غير مزيكا. يعني احيانا ممكن انت كل فيلم ليه الطبيعه بتاعته. كان في فيلم كان هو اصلا عن فرقه موسيقيه، فاستعنت بالمزيكا اللي بتعزفها الفرقه واستعنت بيها كموسيقى تصويريه. وفي فيلم تاني كان هو يعني طبيعته كده دمه تقيل، يعني عارف تحس ان انت مش عاوز تسمع مزيكا، كلام الناس اقوى وسوداوي قوي لدرجه ان المزيكا هتفصلك عن اللي هم بيقولوه، فما حطيتش فيه مزيكا خالص. تمام. هل من الممكن ان يحصل زي ما نقول تعاون ما بين مخرجي الافلام الوثائقيه في فيلم واحد؟ ما انا ما عنديش مشكله، يعني انا ممكن يبقى اي مخرج ان انا اتعاون معاه، بس حسب طبيعه الموضوع يعني. بس يعني وفي اصلا اكتر من مشروع بحضر لهم، لان انا سافرت ايران وكان في مهرجان كبير للسينما الوثائقيه في ايران، والمهرجان ده حصلت فيه على الجائزه الفضيه ومهرجان كبير، وكان في كلام على مشاركات مع احدى المخرجين الايرانيين، يبقى في عمل مشترك ما بيننا. تمام. ويعني انا برحب بده، بس الدنيا مش يعني الظروف صعبه شويه ان حد من ايران يجي مصر، فلسه بنشوف بقى ممكن التعاون يبقى ازاي، ممكن نصور في بلد تانية. تمام. نتفق نصور فيلم عن ثورة ليبيا يعني.
تمام تمام. هل الفترة الجاية هيبقى التحرك من خلال الثورات الأفلام؟ تقريبا ده يعني انا توجه دلوقتي بالنسبة بحضر بحضر لفيلم عن ثورة ليبيا او الدور النسائي في ثورة ليبيا. ويعني مش عارفة سوريا ايه الوضع، فيعني لو تمام. الدنيا اتظبطت في سوريا ممكن يبقى في فيلم في سوريا احنا يعني. بنعرض فيلم أم وليد صح؟ ده أم فيلم وليد؟ ده كان فيلم يعني من 4 سنين تقريبا، كان عن احدى سائقات التاكسي وست بحبها جدا يعني. الفيلم ده اشترك في اكتر من مهرجان دولي، اتعرض في فرنسا وفي المانيا. وست انا على صداقه بيها لغايه دلوقتي، بكلمها واطمن عليها كل فتره يعني. طيب جميل. قولي لي، هل بيحصل تطور للمخرج مع كل فيلم هو بيقوم بإخراجه؟ والله طبعا يعني التطور الانساني انا بالنسبه لي بيحصل لي اسرع من التطور الفني. يعني انا مش قادره اقول لك انا حصل لي نضج انساني ازاي في تجربه تصوير الفيلم عن الثوره مؤخرا ده. لما انت بتشوف ناس بتموت قدامك، وبتشوف ناس يعرفوا ان في ضرب قدام او في رصاص، وتلاقي ناس داخله وبتتشاهد وبتحصل حاجات غريبه، وتلاقي البنات بتتقدم المسيرات بتاعه المتظاهرين، وتلاقي الامهات نازلين وبتقول انا ابني مات شهيد وانا عندي قد من الابن التاني والتالت ومش فارق معاها. فكل ده بيديلك يعني تطور انساني، بتحس ان الحياه خلاص ملهاش معنى في ظل الظلم والفساد اللي حواليك. فبتحس ان يعني انت كبني ادم انت بتتغير قبل ما اكون مخرجه. يعني لما الواحد بيشوف المناظر دي حواليه، وبيشوف الناس اللي بتموت، وبتشوف واحد رجليه مقطوعه ونازل في شارع محمد محمود، انت من جوه بتتغير، بتحس الدنيا مش مستاهل انت تزعل من حد او تتنرفز، او رغم ان انا عصبيه شويه بس لحد ما يعني بيجي لي نوع من الصفاء، من هو خلاص بقى يعني كويس. مش فارق حاجه بعد اللي الواحد شافه ده. طيب. ممكن يشوف ايه تاني. في نهاية اللقاء تحب تقولي ايه عشان يبقى الختام؟ والله بص، احب اقول للناس الاعضاء بتوع مجلس الشعب والناس كلهم المسؤولين دلوقتي ان الثوره بتاعتنا هتنجح ان شاء الله، حتى بعد 100 سنه واولادنا وكل حاجه. يعني يا ريت بس يقصروا مده عذاب الناس شويه، يعني ده اللي اتمناه. لان الثوره كده كده هتنجح. نيفين شلبي، مخرجة الأفلام الوثائقية، شرفتيني ونورتيني، وأنا سعيد إن أنا التقيت بيك النهارده نيفين، وإن شاء الله من أحسن لأحسن. ميرسي يا محمد. شكرا ليك. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، أعتقد إن الفترة اللي جاية زي ما قلنا هي فترة مهمة وحيوية جدا، وزي ما قلت قبل كده إن الشهرين اللي جايين بالنسبة لمصر هم مفترق طرق، لازم كلنا نتوحد، لازم كلنا نكون بنتحرك ناحية اتجاه واحد بس، هو الحفاظ على مصر والارتقاء بمصر وتحقيق أهداف الثورة المصرية. بشكركم جدا. ما تنسوش مواعيد البرنامج جمعة سبت حد اثنين من الساعة 5 للساعة 6. شكرا ليكم والسلام عليكم.